قال الرئيس المشترك للحزب الديمقراطي السوري صالح مسلم: ليس من حق تركيا التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وأن القاعدة الجوية التي قصفها الجيش التركي كانت تقع تحت سيطرة جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، حتى تمكنت وحدات حماية الشعب من انتزاعها الأسبوع الماضي. وحذر مسلم أنقرة أنه إذا تدخل في سوريا ستجد كل الشعب السوري في مواجهته. قال الفنان السوري جورج وسوف المقرب من النظام السوري أنه سيغني بمناسبة عيد الحب بأمر من بشار الأسد، حسب ما جاء في حوار الوسوف مع إحدى الفضائيات الموالية لنظام الرئيس السوري. كما ألمح وسوف إلى أنه كان بصدد إلغاء حفلته بمناسبة عيد الحب بسبب وفاة والدة الرئيس الأسد، إلى أن الأخير رفض ذلك. ويذكر أن الفنان السوري من مؤيدي النظام السوري ومن محبي الأسد، وقد طرح أغاني يمجد فيها الأسد والجيش السوري منذ بدء الأزمة في سوريا. قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن روسيا تقصف المدنيين في سوريا بهدف دفعهم لترك منازلهم وتشكيل موجة لجوء جديدة، سعي بذلك إلى معاقبة كل من تركيا والاتحاد الأوروبي بإغراقها باللاجئين. وكما أشار كالين إلى صعوبة إمكانية تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار التي نتجت عن اجتماع ميونخ قبل أيام في ظل الوضع الراهن، لأنه على أرض الواقع يقوم ثلاثي روسي وإيراني وسوري بتنفيذ عكس ذلك. تجددت عمليات القصف من قبل المدفعية التركية على مطار منغ العسكري في شمال مدينة حلب، حيث يستهدف القصف مراكز قوات سوريا الديمقراطية التي أحرزت تقدما خلال الأيام الماضية والسيطرة على مطار منغ الذي كان تحت سيطرة الجماعات الإسلامية. ويذكر أن بالأمس استهدفت المدفعية التركية المطار والمناطق المحيطة بنحو 30 قذيفة بحسب شهود عيان. أكد أحمد العسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي انتشار قوات جوية سعودية بطواقمها في قاعدة أنجرليك التركية في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وكشف العسيري أن هناك اجتماعا من قبل قوات التحالف لبدء عمليات برية في سوريا، والمملكة ملتزمة في هذا الإطار. كما بين المستشار أن هناك خبراء عسكريين سيجتمعون خلال الأيام القادمة لبحث التفاصيل والخطط.